لو انت بتدور على سماعه قويه جدا للتليفون بتاعك تنفعك في الجيمنج، في الافلام، في المكالمات، كمان بطاريتها ممكن تقعد معاك لاكتر من يوم. والله زي ما بقول لك كده. خليني اعرفك ان انت جيت المكان الصح. ما تنساش تعمل لايك الفيديو لسه ما عملتش سبسكرايب للقناه مره تشوفني، ويلا بينا نبدا. سماعه النهارده هي الكيو سي واي تي 13 اي ان سي. الاسم طويل شويه بس يستحق على فكره. خلينا نبدا اول حاجه بتجربه الانبوكسنج. هتلاقي جوه علبه فيها السماعه بتاعتك ويكتبس كتير جدا تقدر تختار المناسب لودنك سواء كبيره او صغيره، زائد الورقه بتاعت المانوالز اللي بيقول لك فيها كل حاجه عن السماعه، من اول الامكانيات، الاماكن بتاعت التاتش اللي في السماعه يمين وشمال، ازاي تشحن السماعه وطريقه الاستخدام بتاعتها وطريقه استخدام السوفت وير. كل حاجه هتلاقيها في المانوالز. انا عن نفسي كنت شايف المانوالز شارحه نفسها الصراحه. واخر حاجه بتيجي مع السماعه هي الكيبل التايب سي بتاعها، لان السماعه بتشحن تايب سي. بعد ما خلصت كلام على العلبه تعالوا نتكلم عن السماعه. السماعه بتيجي باللون الاسود المط بالشكل المربع الجامد جدا ده. عايزكم تلاحظوا كده لما بتيجي تقفل السماعه ما بتعملش صوت، فغالبا فيها رابر كده، والله اعلم ممكن تبقى ضد المايه ولا حاجه. عايزكم تقولوا في الكومنتات هل نجرب موضوع ضد المايه ده ولا لا فيديو لوحده. اعمل لايك الفيديو وقول رايك في الكومنتات. هتلاقي اللوجو بتاع الشركه اللي هو كيو ان سي موجود على الوش بتاع السماعه، وفي الظهر هتلاقي شويه معلومات مالناش دعوه بيها. بعد ما نفتح الكيس ده شكلها تلاقي جزء هنا كده عباره عن زرار، الزرار ده بتتك عليه عشان تعمل بيرنج للتليفون بتاعك. وخلي بالك هي بتعمل بيرنج بالاندرويد والاي او اس عادي جدا. واول ما تفتح السماعه وتربطها بالبلوتوث هتبدا العظمه بقى. خليني اقول لك ليه هتبدا العظمه. السماعه دي بتيجي ببلوتوث 5.3 وده تقريبا احدث بلوتوث نزل لحد دلوقتي. ده هيديك سرعه استجابه عاليه جدا، زائد كمان صوت انقى، فانت مش هتواجه اي مشكله مع السماعه دي سواء لو بتلعب لعبه او بتتفرج على فيلم او بتعمل اي حاجه. السماعه فيها نويز كانسليشن بيوصل ل 28 دي بي، وده هيخليك حرفيا مش سامع اي حاجه حواليك. لو انت في مكان دوشه او حاجه انت مش هتسمع اي حد، ودي ميزه جامده جدا الصراحه في السماعه. زائد كمان الدايناميك درايفر، انت تقدر تسمع اي صوت حواليك. الموضوع ده هينفعك جدا في الالعاب والافلام. زائد كمان السماعه بيجي فيها 4 مايكات مخصصين بس عشان خاطر النويز كانسليشن، عشان ما تسمعش اي حاجه حواليك. اما من حيث المايك بتاع السماعه فمش محتاج اصلا اكلمك عنه. زي ما انتم سامعين كده الصوت نقي جدا، وانا متاكد من حاجه زي كده. انا ساعات اصلا بحس احسن من المايك بتاع التليفون ذات نفسه. التليفون ده اللي هو ايفون 13 برو ماكس، فالمايك بتاعه قوي جدا اصلا. خليني اكلمك بقى دلوقتي عن احسن حاجه ممكن تشوفها في السماعه دي، هي السوفت وير بتاعها. تقدر تخش تبحث في جوجل بلاي او اب ستور عن ابلكيشن اسمه كيو سي واي، او تقدر تسكان الباركود اللي في العلبه من ورا او في السماعه كمان. المهم يعني اول ما تفتح الابلكيشن هتلاقيه بالشكل ده. اول ما تربط السماعه بلوتوث على طول هتلاقيها اتعرفت، وتبدا بقى تعرف تعدل كل حاجه في السماعه. تقدر تعرف نسبه الشحن بتاعت كل ودن كام، تقدر تغير بالمودات كتير جدا في الصوت بتاع السماعه، تقدر تتنقل بين الترانسبيرنسي مود اللي بيخليك تسمع كل حاجه حواليك كانك اصلا مش لابس سماعه، لحد الاي ان سي اون او النويز كانسليشن اللي بيخليك ما تسمعش اي حاجه. زائد انك تقدر تخصص التاتش في الودن اليمين والودن الشمال للحاجات اللي انت عايزها. يعني مثلا تكه واحده تشغل لك الاغاني، تكتين مثلا يتصلوا لك بحد معين، حاجات كتير قوي بقى ممكن تعملها عن طريق السوفت وير. زائد ميزتين جامدين جدا موجودين في السوفت وير. اول حاجه الجيمنج مود اللي بيقلل لك الديلي وبيديك صوت احسن بكتير وسراوندد، والسليبنج مود اللي بيقفل لك التاتش اللي في السماعه اليمين والشمال عشان خاطر السماعه ما تقفش كل ما تيجي تنام مثلا يمين او شمال. فدول ميزتين جامدين جدا الصراحه ما شفتهمش قبل كده. زائد الميزه بتاعت الفايند هيدسيت اللي بتخليك تلاقي السماعه بتاعتك لو ضاعت منك في اي مكان. صراحه مفيش جمدان اكتر من كده. لو انت عايز راي عن السماعه خلينا نتكلم بحدايه في الجزء ده واجيب لك من الاخر. انا كمحمد دايما بحب استخدم الايربودز برو 2، والصراحه بحب قوي البيرنج بتاعها والسوفت وير وكل حاجه، ولكن اللي خلاني اعتمد على السماعه دي اعتماد كلي بقالي اكتر من شهر هي البطاريه بتاعتها اللي بتقعد معايا فترات طويله، في نفس الوقت المايك بتاعها الجبار حرفيا. دي اكتر حاجه عجباني في السماعه هو المايك بتاعها الصراحه. مفيش حد بياخد باله ان انا لابس سماعه اصلا، ودي حاجه قويه وصعب قوي انك تلاقيها في سماعه في نفس الفئه السعريه. السماعه طبعا لها ضمان سنه كامله زي اي سماعه نظيفه. في عيب غريب قوي لاحظته في السماعه ان المايك بتاعها ما فيهوش نويز كانسليشن. يعني باختصار لو انت بتتكلم في الشارع او في مكان زحمه قوي هيكون صعب على الشخص اللي بيسمعك ان هو يسمعك انت، هيسمع كل اللي حواليك، وده بسبب ان المايك جامد جدا يا جماعه. المايك بيلقط اي حاجه حرفيا. فانا مش عارف الصراحه هي ميزه ولا عيب، بس انا وانا قاعد في الاستوديو او قاعد في مواصلات او قاعد في اي حاجه الصوت بتاعي انا بس اللي مسموع. انما بقى لو في مكان زحمه جدا فما وعدكش الصراحه بالمايك بتاعها. السماعه بتشحن تايب سي وده بيخليها اصلا في اقل من ساعه تشحن فل وتقعد معاك اكتر من 30 ساعه استخدام. سعر السماعه دي حوالي 1500 جنيه مصري. الصراحه مقارنه بكل السماعات اللي زيها في نفس الفئه السعريه فهي جامده جدا، مميزه عنهم في حاجات كتير قوي وبالذات السوفت وير. لو انت عايز تعرف تفاصيل اكتر عن السماعه او كل منتجات الشركه هتلاقيني سايب لك اللينك في الديسكربشن وفي التعليق المثبت. عايزك تقول لي رايك في الكومنتات، وهل السماعه دي فعلا تستحق ولا لا؟ ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه مره تشوفني. سلام.